اول ما هتاخد البي جي اف في خلال تلت ساعة او نص ساعة بطنك هتتعس. ما هو انا نايم العضلة هتكبر. للاسف هي نظريا صح، يعني اللي انت بتقوله صح، يعني احنا بنتكلم احنا نظريا اللي انت بتقوله صح. ازيكم؟ الفيديو ده انا كنت متردد اعمله ولا لا، لان انا هتكلم في حاجة الناس كلها مش عارفاها، فممكن الناس اللي متعرفهاش تعرفها عن طريق الفيديو فيروحوا ياخدوها كالعادة زي ما الناس بتعمل. فعشان كده كنت متردد، بس في ناس ياما اتكلمت فيه وفي ناس على الفيسبوك حتى اتكلموا فيه، فانا قلت انقل تجربتي وخلاص، لان انا استخدمته. فكلامي ده كله بناء على تجربة شخصية، مش على ابحاث ولا على دراسات. ده كله تجربتي انا، وهقول لك من اول ما ابتديته لحد ما قررت ان انا اوقف استخدمها. المادة دي يا جماعة البي جي اف. البي جي اف ما كانش معروف ولحد دلوقتي مش معروف في الشرق الاوسط. طيب انا بيجيلي كومنتات رهيبة يا جماعة والله، يعني في كومنتات بتعجبني قوي. يعني انا جالي على الشورت بتاع الكرياتين، الفيديو انا كنت عامله شورت مش اللونج الاخير، لا كان في واحد شورت قبليه معدي ال 100,000 فيو، فجالي عليه كومنت: ينفع اشربه في الشاي وهو سخن؟ يعني تحط الكرياتين في الشاي وهو سخن؟ انا ما وردش على السؤال ده قبل كده. وهل هو هيفرق لو الشاي سخن ولا بارد؟ يعني ايه فكرة ان الشاي يبقى سخن؟ انت عايز بقسماط مش كرياتين. خلينا نبدا موضوعنا البي جي اف ومنين جه. انا زي ما قلت لك احنا عرفناه من مدرب كان بيديه اللعيبه معاه بره في الامارات في دبي يعني، وبعديه بدا يجي لنا هنا في مصر، احنا بدانا نستخدمه. كل المعلومات اللي معروفه عنه ان احنا بناخد منه حاجتين: حاجه احنا عايزينها وحاجه احنا مش عايزينها. اللي احنا عايزينه ده السايد افكت بتاعه، والحاجه اللي احنا مش عايزينها دي السبب الرئيسي اللي انت المفروض بيتاخد علشان. الدواء ده مش هتلاقي لا دكتور عارفه دكتور بشري، ولا هتلاقي هو ممكن يقول لك ان هو يفيدك او يضرك بايه، لان هو اصلا ملوش استخدام بشري. يعني هو دواء مش بشري اساسا. وعشان ما نبداش اللك كتير في الحكايه دي تبدا تقول بيطري، لا هي مش لا ابر لحصنه ولا حاجه بتطلع عضلات. الدواء لا ليه علاقه بعضلات ولا ليه اي دعوه بان هو يعني بيتدخل في هرمونات الجسم، ولا هو هرمون ولا محسنات اداء ولا اي حاجه خالص. فالكلام اللي انا بكلمك عليه كله عن تجربه شخصيه. البي جي اف بيتاخد موضعي، بيتحط في المكان اللي انت عايز تكبره، اللي هو فيه ضعف. يعني عضله ضعيفه عندك وتبقى صغيره، ما اعرفش عضله كبيره ايه ظروفه، يعني ما جربتهاش في عضله كبيره ومحدش يستخدمه لعضله كبيره. انا ما شفتش من حواليا حد يستخدمه لعضله كبيره، كلنا بنستخدمه في عضله صغيره زي السمانه، ترابس، الساعد. بس انا ما اظنش يعني حد يستحمل الالم بتاعه في الساعد ولا لا. بس عموما يعني ما انا ما جربتوش في كل ده. ممكن يتاخد في الشيست العالي. وقبل اي حاجه انا مش بقول لك ان ده الحل السحري لو انت عندك ضعف في المكان ده فهيكبره. في الاول وفي الاخر هو مش بامبويز مثلا، ماشي؟ انت مش تتكلم عن ماده بتخش بتقعد جوه، لا لا لا، ده دواء عادي بيخش بيمشي في الدم وكل حاجه. فده مش بامبويز بيخش بينفخ المكان، عشان محدش يجي في دماغه ان احنا بناخد حاجه تنفخ مكان معين. هفهمك آلية عمله دلوقتي. ده البي جي اف يا جماعه، وطبعا نادر جدا ان انت تلاقيه في علبه زي ما انا ماسكه، لان هو في الغالب دايما كله بيبيعه لك كده على طول فايل، وكمان بيشيلوا الليبل اللي عليه علشان انت ما تعرفش انت بتاخد ايه. مش عشان يعني انت بتاخد حاجه سامه فهو انت خايف تقراه، لا هو علشان ده بيتباع غالي جدا يا جماعه. الفايل ده بيتباع غالي جدا. يعني اول ما نزل في مصر كانت في ناس بتبيعه ب 5000 جنيه، فمن غير ليبل من غير اي حاجه، وانت تعرفش تركيزه كام. التركيز اللي معايا ده 25، في منه 50 على ما اعتقد، وبيتاخد بسرنجات صغيره مش سرنجات كبيره، السرنجات بتاعت الانسولين يعني، فمش بيتضرب بال 3 سم وكده. انا حاسس ان الفيديو ده برضو اليوتيوب هيوقف لي انتشاره، لان انا كل الحاجه اللي بتكلم فيها في الادويه اليوتيوب بيحجم انتشارها. فانت حاول تعمل لي شير وسبسكرايب يا ريت ولايك، لان اصلا اليوتيوب بيحجم الفيديوهات اللي انا بتكلم فيها عن محسنات الاداء والادويه والحاجات دي. هو دي سياسه اليوتيوب يعني، فانت حاول تشيره شويه. طيب البي جي اف ده بيشتغل ازاي باختصار؟ هو مش بامبويز تاني بقى. البي جي اف اول ما بيتاخد في المكان اللي انت عندك فيه ضعف بيبدا يعمل التهاب، ودي هو السايد افكت اللي انا عايزه، لان هو اصلا مش معمول علشان يعمل لك الالتهاب ده اثر جانبي من اثاره. الالتهاب ده بيبقى مشابه للالتهاب اللي انت بتسببه في العضله بعد التمرين، بس ممكن باضعاف يعني، لان انت الوجع اللي هتحسه بيه اكتر من وجع التمرين بكتير، والوجع ده بيبقى في ساعتها. يعني في حاجه هنا انا عرفتها برضو كتير لسه ما اتشهرتش في مصر قوي، اسمها الهيرونيك اسيد. هتلاقي الهيرونيك اسيد ده برضو الناس بتستخدمه موضعي بس ما بيسببش الام، وانا لحد دلوقتي يعني ما شفتش منه فايده قوي. يعني شفت الناس اللي جربته، انا ما جربتوش، ما شفتش منه فايده كبيره. وما اعرفش برضو هو في الجسم لما بيمشي بيعدي على الكبد والكلى بيعمل ايه، يعني الحاجات دي لسه ما حدش يعرف تاثيرها على الاعضاء الداخليه ايه. فالبي جي اف مش شبه هيرونيك اسيد. البي جي اف انت بتاخده بتتوجع في ساعتها، في اللحظه اللي انت بتاخده بتتوجع، وبتحس ان العضله شغاله وان هي بتتمرن لوحدها. طبعا ده كده تحقيق لحلم ناس كتير ان هي عايزه تتمرن وهي نايمه، فلا هي برضو الموضوع ما بيمشيش كده. انت لما تحقن البي جي اف بيعمل الالتهاب ده، الالتهاب اللي بيحصل ده مع محسنات الاداء اللي بتبقى في جسمك، لان انت مش هتاخده لوحده. يعني ما حدش يروح ياخد بي جي اف لوحده يقول لك ده مش هرمون فينفع، هو مش هيشتغل لوحده، هيبقى تأثيره عادي كأنك واحد بيتمرن عادي في الجيم، يعني ملوش اي علاقة بان انت هتكبر العضله. فمع محسن الاداء وهو ماشي في جسمك مع الجي اتش
مع المكملات، مع الاكل اللي انت بتاكله كويس، بتبدا كل دي الحاجات دي كلها الدم بيشيلها ويروح على المكان اللي فيه الالتهاب ده، فيبدا ان هو يصلح القطع اللي حصل في الالياف في الحته اللي انت ضربتها. تمام، نفس مفهوم التمرين، زي ما انت بتقطع الياف في التمرين ويرجع الغذاء والمحسن الاداء والهرمونات اللي في جسمك تبدا ان هي تصلح المنطقه دي. تمام، هو ده مبدأه باختصار، اكنك بتتمرن وانت واقف ما بتعملش اي مجهود. طب هرجع للسؤال الألمعي اللي هيجي في دماغك، طب ما انا اخده وانام في البيت وهيكبر لي العضله اللي انا بعملها مع محسنات الاداء وكل حاجه في جسمي والاكل، وانا نايم العضله هتكبر. للاسف هي نظريا صح، يعني اللي انت بتقوله صح، يعني احنا بنتكلم احنا نظريا اللي انت بتقوله صح، يعني هي اللي فاهمني انت بتعمل كل حاجه وانت قاعد. بس يا جماعه يعني في الاول وفي الاخر مش هينفع اعتمد عليه بالطريقه دي، لان انا كده انا دمرت مبدأ التمرين اساسا. التمرين هو اللي بيطلع شكل العضله، فانا ما اعرفش لو حد اخده وقعد في البيت ده هيعمل له ايه، انا مش عارف. ممكن يعمل تشوهات اساسا، يعني ما تاخدش كلامي ان هو ان ده اللي هيحصل، لان محدش عارف ايه اللي هيحصل، لان مفيش ناس زي ما بتستخدمه. وزي ما قلت لك هو معلهوش دراسات ومحدش يعرف اللي انا بقوله، او لو عملت عكسه ايه اللي هيحصل. فاحنا بنستخدمه في الحدود، انت واحد بتتمرن ورياضي وكويس، عندك جزء بس هو اللي ناقص، فبتبدأ تدخله علشان يصلح الجزء ده. تمام، ده السايد افكت اللي احنا عايزين ناخده من البي جي اف. طيب اللي احنا بقى الهدف الاساسي من البي جي اف اللي بتاخده واللي احنا مش عايزينه، ويمكن هي دي بقى اضراره اللي انا هكلمك عليه. اول ما هتاخد البي جي اف في خلال تلت ساعه او نص ساعه بطنك هتتعس بالمعنى الحرفي. انت بطنك من جوه بتبدا ان انت تتعصر، بيحصل ضغط جامد على البطن، وبيحصل معاه ارتفاع جامد في ضغط الدم. انت ضغط دمك بيعلى وبتصدع في العادي، فاهمني، واحيانا في ناس توصل لعصبيه. ضغط الدم بيبقى جامد، يعني مش اي حد هيستحمله، ودي حاجه اللي خلتني اتعب منه، ان انا مش عايز اكمل فيه خلاص بسبب ضغط الدم. كان بيعلي ضغط الدم جدا، فانت لو هتاخده يوميا كل يوم صداع كل يوم صداع، وممكن توصل ان انت اصلا يعني مش عارف تتنفس من كتر ما انت متضايق من الضغط اللي عندك. حتى لو اخدت مسكن، حتى في حاجه ضغط جسمك منفوخ، فاهم، مش منفوخ نفخة عضل، منفوخ الدم فيه كتير، فيه ضغط كتير في جسمك. فلو انت كمان في مكان حر، يعني انا كنت شغال في مكان حر وانا اخده، او بتتمرن الصبح في الحر، الوضع بيبقى صعب جدا. يعني ضغط الدم خلاص انت مبقاش مستحمل، تبقى طول الوقت عايز تنام او مش قادر تقف. فدي اسوأ حاجة انا عشتها مع البي جي اف، واسوأ حتى من وجع البطن، لان وجع البطن انت مع الوقت بتستحمله. وفي يا جماعة ناس يعني ما بتحصلش معاه قوي. انا واحد ما بيأثرش معايا في البطن قوي، في الاول كان بيأثر، بعد كده بقى عادي. يعني اللي انت مثلا توصل منه 20 يونت في اليوم، انا وصلت 20 يونت في اليوم 25 عادي، فاهمني، ما بيأثرش. ولما بدأنا نزود ان احنا نوصل 30 في اليوم، برضو وجع البطن انا مستحمله. من 20 دقيقة ل 30 دقيقة انت عندك اسهال، دي حاجة لازم تبقى عارفها، لان هو برضو هيسبب لك اسهال. الاسهال ده بيخليك تفقد سوائل في جسمك، ممكن يبقى كويس لو انت عايز تنشف. يعني انا استخدمته مرة قبل الماتش، لان انا اكلت يعني زودت في التحميل كتير. يعني انا ما بعبيش قبل الماتش، بس تحسبا ان انا ما بعبيش فاستخدمته، لان هو بينزل السوائل اللي في الجسم. بس هتيجي مشكلة تانية، ان الاسهال ممكن يوقع عضل، يعني كتر الاسهال ممكن يوقع عضل. فدي كانت غلطه برضو انا عملتها من ماتشين فاتوا، ان انا كنت بستخدمه قبل الماتش عادي وفضلت مكمل. يعني حد اقترح عليا ان انا اوقفه، يعني مدرب اقترح عليا، مدرب التمرين اقترح عليا ان انا اوقفه، مش مدرب التغذيه، مدرب التمرين اقترح عليا ان انا اوقفه علشان ما يعبيش، بس احنا عارفين ان هو ما يعبيش. فانا قلت لا، ده هيساعدني في التنشيف، وكملت. ما وقعتش عضل صراحه، بس بعد كده فكرت في الموضوع، هو كان غلط. يعني انت عارف ان الاسهال ممكن يوقع عضل، فانت ليه تخاطر؟ فالاسهال على قد ما هو ممكن يخليك تنشف، ممكن توقع عضل. ابعد عن الحاجه اللي بتجيب لك اسهال. يعني في ناس بتعمل كده قبل المطوشه، اللي هي عشان تنزل ميه من جسمها تجيب لنفسها اسهال. فانا مش شايف ان دي حاجه صح، يعني لان انت ممكن تفقد عضل فعلا. انا وقفته خلاص بسبب الموضوع ده، انا مش حامل ان انا انزل عضل، وضغط الدم انا ما كنتش طايقه خلاص، فجبت اخري منه، فما بقتش بستخدمه. هرجع استخدمه تاني ولا لا مش عارف. الجزء اللي انا كنت بستخدمه فيه حسن بالتمرين، يعني ما كانش محتاج ان انا اصلا اخد فيه، بس هو حد يعني المدرب اقترح عليا ان انا اخده، فعشان كده انا اخد. لولا كده انا مش حابب الموضوع اساسا. فلو انت مش محتاجه ما تاخدوش، لان هو ملوش لازمه. طب هو انت ضرره بقى على الجسم والاعضاء الداخليه وكده محدش عارف حاجه، بس اللي انا اضمنه لك ان هو مش هرمون، فهو مش هيقعد في الجسم، هو دواء عادي هيخش ويعدي وبيطلع. يعني مش حاجه بتقعد في جسمك وبتعلى نسبتها في الدم والكلام ده، بس بيسبب ايه محدش عارف حاجه، لان الدواء ده اصلا مش بشري. هل في حل عشان ان انا اتجنب المشاكل بتاعته دي؟ كل ما الدوز قل كل ما الوجع والضغط والحاجات دي بتقل. بس انت عارف طبيعه البني ادم ان هو طماع، فكل مدى كل ما هيعلي الدوز، دي حاجه احنا عارفينها. طيب الدوز ده انتوا
حددوه بناء على ايه برضه محدش يعرف. فانت ما تقوليش انا اخد دوز قد ايه واعمل ايه، ده على حسب مدربك ما هيقول لك، لان مفيش دوز معين. الدواء ده ملوش برضه زي ما قلت لك استخدام، فاحنا مش عارفين، احنا كل دي تجارب منا، وايه اللي هو احنا مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل لو الدوز اعلى، فممكن تسبب مشاكل اكتر في الجسم. واحنا بنستخدم اقل كميات على قد ما نقدر. تقريبا دي كده كل حاجه في البي جي اف. في ماده تانية اسمها البي سي جي تقريبا اللي انا ما استخدمتهاش، هم بيقولوا ان هي اجمد وبتاع، انا ما عنديش استعداد اجرب خلاص، يعني ما عنديش استعداد ان كل ماده جديده تطلع اجربها. الماده التانية دي المفروض ان هي اقوى واثارها الجانبيه اجمد وبتعمل اسهال اكتر، فانا مش ناقص يعني. اصلا انا الماده دي يعني كنت بستخدمها وانا مخنوق، هي بتعمل حاجه كده نفسيه، اللي هو انت مخنوق، انت من ضغط الدم كده انت بتبقى قاعد مخنوق مش طايق نفسك، فهي مش ناقصه يعني. فمش كل حاجه تطلع تجربوها. انا قلت لك التجربه دي علشان انت تفكر لو حد اقترح عليك انك تاخده. انا ما اعرفش اسعاره ايه في مصر حاليا. العلبه دي اللي هي كانت باع 5000 جنيه، انا خدها ببلاش، ان هو اصلا ملوش سعر، يعني هو ملوش سعر، بس طبعا الناس بتستغل الحاجات دي وبتبيعها بفلوس، لان ما حدش عارف يوصل له، انت مش هتعرف تجيبه، لو انت حبيت تجيبه انت مش هتعرف تجيبه. فبالتالي يعني بناء على ندرته، وان اصلا ان الدكاتره اللي بيبيعوه هم مش عارفين احنا بنستخدمه ليه، فمن حق كل واحد يحط السعر بتاعه على حسب بقى كل مدرب ونظامه. يعني ممكن مدرب يجي يديهولك وانت مش عارف اساسا انت بتاخد ايه، زي ما انا المدرب اللي انا بقول لك عليه ده اللي كان بيعمل في الامارات، هو كان بيعمل كده فعلا. في ناس ياما اللي هي كانت بتاخد في الاول وهي مش عارفه ايه اللي بتاخده، وبعدين لما بدا يبيعوا بقى يبيعوا من غير ليبل زي ما قلت لك. فده كل اللي انا عايز اقوله في البي جي اف عموما. لو في حاجه تانية عايز تسالوا عليها قولوا لي. اشوفكم على خير. فيديو جاي. يلا سلام.